أنا محتاجة أتكلم في مشكلة شخصية جداً، ولو أنا غلطانة فعلاً فهموني من غير تجريح، لأني بجد تعبت ومش قادرة أحدد أنا فين من الصح والغلط. جوزي كان شغال برا مصر، جه اتقدم لي وكل حاجة كانت ماشية كويس، وفاهم بابا إنه ناوي يدرس حاجة معينة وبعدها هيسافر تاني عشان يشتغل براتب أكبر. اتجوزنا على الأساس ده، واتفقنا نعيش في شقة إيجار، مع إن عنده شقة تمليك بس في الأرياف وأنا من مدينة، فكان طبيعي نبدأ حياتنا في الإيجار. عدى أقل من شهرين على الجواز وفجأة قال لي إنه ناوي يتاجر، وطلب مني أقف معاه. ما كنتش متخيلة قد إيه الفترة دي كانت مرهقة عليا. والله العظيم كنت شغالة وبطني على آخرها وتعبانة وضغطي عالي ومكملة، وما عدتش سنة وربنا كرمني وحملت تاني، وبرضه كنت تعبانة وضغطي عالي ومع ذلك شغالة. طول الفترة دي عمري ما كنت باخد لنفسي حاجة، ولا ليا نسبة في أي ربح، ولا حتى مصروف ثابت. كل الناس كانت تقولي خدي بالك من نفسك، طالما هو مش معبرك بحاجة يبقى بيعي وهاتي لنفسك وما تعرفيهوش. مش هنكر إن الفكرة جت في دماغي، لكن والله ما عملتها، وكل اللي كان بيجي من شغلي كان بيتصرف في البيت، وربنا شاهد عليا. بعد فترة هو سافر أخيراً يشتغل، بعد 2 جواز تقريباً من غير شغل ثابت. سافر وبعدها حصلت ظروف ورجع. قلت ماشي، قدر الله وما شاء فعل. لكنه لما رجع بقى ما يصرفش خالص تقريباً، بقى أهم حاجة عنده يسد جمعياته وأقساطه وحاجات خاصة بيه. في فترة سفره أنا عملت جمعية، وقلت أبدأ أشتغل أونلاين ويبقى لي شغل خاص بيا، وهو فعلاً كان مسافر فبدأت. ملحقتش أكمل ولا أقف على رجلي غير وهو يرجع فجأة. من وقتها بقيت أنا اللي بصرف على البيت من شغلي وبصرف على العيال، وهو بيسيب لي مصاريف قليلة جدا جدا، مع إن كان عندي طفلين بيلبسوا بامبرز والمصاريف كانت كبيرة. عدى كام شهر وهو قبض الجمعية وبقى معاه فلوس، لكن برضه فضل ماسك على الفلوس، والسبب إنه بقى باصص على شغلي، شايف إن دخلي بيكبر وإن مشروعي بينجح، وحاسس إني بقيت واقفة على رجلي. وكل ده وهو قاعد في البيت، ودخلنا على 3 سنين وأنا على نفس الوضع. في يوم عمل جرد لبضاعته وقال لي إن في نقص، قلت له إن البضاعة اتباعت. سألني فين فلوسها، قلت له اتصرفت في البيت. قال لي أنا عايز فلوسي ومليش دعوة. حاولت أفهمه إن البيت والعيال كانوا محتاجين، لكنه قال لي المبلغ ده لو ما جاش تبقي طالق. قلت له طالما أنت حاطط البيت قصاد المبلغ ده يبقى أنت كده ما تلزمنيش بحاجة. لكنه حلف بالطلاق إنه لو المبلغ ما تحولش أول الشهر أبقى طالق. غير كده كان واخد دهبي وبيعه كله، وقال لي لو ما جبتش الفلوس هيخصمهم من دهبي. قلت له اخصم، لكنه برضه مصمم ياخد الفلوس، وواضح إنه مش ناوي يرجع لي دهبي أصلاً. أنا حاسة إنه بيضغط عليا من كل الاتجاهات، عايز ياخد أي فلوس في إيدي، مع إنه والله العظيم أنا مش مقصرة في أي حاجة تخص البيت، أكل العيال، لبسهم، مصاريفهم، الحضانة، كل ده أنا اللي بدفعه من شغلي. أنا بجد محتاجة أفهم، أنا كده غلطانة ولا اللي بيحصل ده ضغط واستغلال؟ أنا مش طالبة أكتر من إني أعيش بهدوء وأحس إني مش لوحدي في البيت. محتاجة رأيكم، هل اللي بعمله طبيعي ولا غلط؟ هل من حقه يحاسبني على فلوس اتصرفت في البيت؟ هل ده تصرف زوج ولا شريك بيضغط؟ أكمل كده ولا أقف وقفة؟ لو كنتوا مكاني هتعملوا إيه؟ يا ريت تفهموني بهدوء ومن غير تجريح، لأني فعلا محتاجة أسمع رأيكم.